كل العالم ممكن مو بس سوريين عم يتساءلوا كيف بيقدر أب أو أم يربي ويطلع شخصية مثل أمجد يوسف. رح أحكي لكم قصة عن رفيق كان لإلي بالصف السادس. هي القصة لحد هلأ ما ممكن إنساها. كان عنا بالصف طالب من ذوي الهمم وكان عنده مشكلة بالنطق والمشي، وكان أغلبنا بالصف عنده بفطرته الطبيعية دافع ليدعمه لما يحسسه بأي نقص ويحسسه أنه فعلا ما في فرق بيننا وبينه، إلا طالب واحد كان ابن ضابط كبير. وقت يجي الضابط كان يقعد محل المدير. هذا الولد كان كل ما يسمع رفيقنا من ذوي الهمم عم يحكي يقلده بصوت عالي قدام الكل ويضحك عليه. وبالنسبة له الموضوع فعلا ما كان له أدنى قيمة، يعني مثل ما بيقولوا أسهل من شربة المي. لحد الآن ما لقيت تفسير كيف ممكن طفل ينسلخ سلخ من فطرته بهي الطريقة. شو نوع التربية، شو نوع الأكل، شو نوع الكلام يلي كان يسمعه بعيلته. وبعتقد اليوم وقت نشوف الفيديو وهي النتيجة المكونة بشخصية مثل شخصية أمجد، بحس إنه الطفل يلي كان يتصرف هيك ممكن إذا تعرض لظروف قاسية إنه يتصرف تماماً مثل اللي عمله أمجد. هي نتيجة ترباية ونتيجة نظام مسلوخ من إنسانيته، لا يؤمن بأي شيء اسمه عقاب. وأنا واثق تماماً إنه أمجد ولا مرة تخيل مجرد تخيل إنه يوماً ما سيعاقب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ما أجمل من أنه نعيش هي الآية بكل تجلياتها ومعانيها بالأحداث اللي صاروا آخر يومين.